10 أسرار قد تعرفها لأول مرة عن نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. 1. يكسب 40 يورو كل دقيقة. كشفت وسائل إعلام إسبانية أن هداف ريال مدريد كريستيانو رونالدو وقع عقدا مع ناديه حتى عام 2020 تجاوزت قيمته 21 مليون يورو، أي بمعدل 40.5 يورو في الدقيقة الواحدة. 2. علاقته بميسي. على عكس ما يعتقده الجمهور المتابع للدوري الإسباني، فإن اللاعبان ميسي ورونالدو لا توجد عداوة بينهما، ولكن الأمر مجرد منافسة على الأرقام فقط. 3. لا يشم جسده. لدى رونالدو بعض العادات السنوية التي يحرص عليها، من بينها التبرع بالدم، ولذلك لا يضع على جسده أوشاما مثل ما يفعل كثير من اللاعبين، حيث لا يمكن للموشومين أن يتبرعوا بالدم. 4. عملية تجميلية. خضع رونالدو للعديد من عمليات التجميل في أسنانه، وهو ما يظهر بوضوح عند المقارنة بين صوره القديمة والحديثة. 5. أم ابنه مجهولة. حتى الآن لم يكشف رونالدو عن هوية أم ابنه الوحيد جونيور، إلا أن المعروف عنها أنها كانت تعمل نادلة بأحد المطاعم في لوس أنجلوس، حيث تعرف عليها كريستيانو أثناء زيارته لأمريكا عام 2009، وعندما أنجبت ابنه منحها 10 ملايين جنيه استرليني كي لا تفصح عن هويتها مدى الحياة. 6. خضع لعملية جراحية في سن 15، حيث أكدت مصادر إسبانية أن رونالدو خضع لعملية جراحية في سن 15، حيث تم تشخيص حالته بعدم انتظام في ضربات القلب، مما أجبره على الخضوع لعملية جراحية، ولكن لحسن حظه تم علاجه قبل أن تصبح مشكلة خطيرة. 7. يساعد الفقراء والمحتاجين. من المعروف عن رونالدو أنه يتعاون مع منظمات عديدة لمساعدة الفقراء والأطفال بشكل خاص، ويعود ذلك إلى بداية نشأته، إذ لم يبدأ حياته برغد ورفاهية، كما يعرف رونالدو بحبه للعرب، حيث تبرع بحذائه لمؤسسة ريال مدريد الخيرية التي ساهمت في بناء عدد من المدارس في فلسطين، كما نشرت له صورة وهو يجلس بجانب طفل سوري لاجئ. 8. لا يشرب الكحول ولا يدخن. نشأ رونالدو منذ صغره على الابتعاد عن هاتين العادتين، ما منحه صحة بدنية رائعة، ويعود السبب في ذلك إلى معاناة والده وشقيقه من الإدمان سابقا. 9. لديه متحف خاص به. بنى رونالدو لنفسه متحفا خاصا به، وتم افتتاحه في يناير 2013. يقع المتحف في جزيرة ماديرا، وهي منطقة نشأته، وتبلغ مساحة المتحف 400 متر، وقد وضع فيه الكؤوس التي فاز بها وغيرها من المقتنيات التي يمكن للزائر أن يتعرف من خلالها على مسيرته الناجحة. 10. يمتلك تشكيلة من السيارات الفخمة. يمتلك رونالدو مجموعة كبيرة من السيارات الفخمة يبلغ عددها 19 سيارة، ويبلغ مجموع ثمنها أكثر من 3 مليون يورو. ومن أهم السيارات لديه هي سيارة لامبورغيني وسيارة فيراري وبوغاتي. وقد تعرض رونالدو لحادث سيارات قبل 8 سنوات في مانشستر، ولكن لحسن حظه لم يصب بأي أذى. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة حقائق وأسرار.